بسرعه اقل قبل كده. يعني هو ده تقصد كون انها حصلت ممكن طالع تحصل بعد كده. ايه الوسائل الحمائيه اللي اخدها السيفتي كويس اللي اخدها علشان خاطر ده ما يحصلش؟ هو السواق لو اتبع التعليمات عمره ما هو ما اتبعش، سواء ما اتبعش. السؤال اللي بيفرض نفسه كلما قل تدخل العنصر البشري ده واقع وحكمه، كلما قلت الحوادث. كيف يمكن تقليل تدخل العنصر البشري في الحته دي؟ بص يا فندم، يعني معلش، يعني لو انت عايز بقى السيستم صح، أيوة. يبقى المنظومه كهرباء زي الطوارئ. طب ايه المانع؟ طب ما عايز فلوس يا فندم. ما تقول، انا قلت لك كده وانا قاعد. لا قول عشان نكتب. واخد بال حضرتك؟ ما انا بس لما اخلص انا يعني اما اشتغل شغل الطوارئ انا لسه عندي 5000 كيلو سكه في الطوارئ يا هشام باشا، اللي هي الفروع كلها، وانا جيت اعمل الفروع لسه. يا باشا نقول ان في عقبه، نقول ان ده عايزين الاولى في الاولى حل اهو. احنا نقدر نوفر لك فيه مبالغ. ماشي يا فندم، قول. وفروا لنا كهرباء الايه يا فندم انت تكتب مقترحك، احنا قلنا لك الكلام ده يا اشرف بيه فوق، والله احنا جايين نساعدك. واحنا نقدر عن طريق رئيس الوزراء نخصص لك حاجه يا اشرف بيه. ما هو ده الكلام، الاولى فالاولى. يعني انت تتمنى ده يحصل تاني؟ انا عارف قلت الكلام ده قبل. عماله بعد 70,000 واحد. 70,000 انا عايز عماله فنيه. ما انا مشكلتي في العماله الفنيه. يبقى انت ما سمعتش كلام الرئيس ما وهو قلنا بيتكلم معاك. التحويل ازاي؟ فين التحويل؟ انا قلت زي ما قلت على التاهيل، مفيش حد يدفع تاهيل، لان دي حاجات كلها تشغيليه، محتاجه ناس بتكشف طبي زي ما قال الدكتور محمد حسين، يكون لائق 100%، واخد بالك، وانا اللي يكون عندي مش شرني بتشرب. يعني ما فيش من 50,000 اللي هم داخل الهيئه 49 50,000 ما فيش منهم 1000 مطلعوا. ما ينفعش فني. يا وحيد بيه طيب خلينا خلاص هنكمل فوق. هنكمل فوق. هي ثانية واحدة ونكمل. يا عم هنكمل فوق. ثانية واحدة بس، انت انفعلت قوي وزعلت قوي، وكل الناس مجلس نواب، حكومة، قيادة سياسية عايزة تسعى في البلد في المنظومة دي وتحسس المواطن المصري ان في حاجة بتحصل. انت زعلان ليه؟ انا مش كل نقاش الناس معاك، بس في واحد، كل نقاش الناس معاك في ايه اللي يفيدك ونقدر نعمله لك. تشريعات قدم لي تشريعات محترمه جدا بشهادتكم كحكومه. احنا بنقول لك النهارده ايه الاحتياجات الماليه اللي انت محتاجها عشان نساعدك فيها؟ قول لنا عليها. هقول لك. طب وانت يعني ماشي في خلال المكتب يا خالد بيه يعرض هو اللي هو محتاجه، واحنا من خلال مجلس النواب نرفعه لرئيس الوزراء الكلام ده.